لا اله الا الله، مش قادره امسك نفسي والله العظيم من كتر الزعل. بصوا زعلانه جدا على نفسي وعلى تعبي وعلى وقفتي. في الاخر بصوا النتيجه عامله ازاي. كيكاتك الجامده يا ام عبد الله، فين كيكاتك الجامده يا حبيبتي؟ راحت فين كيكاتك الجامده؟ شايفين كده؟ يا عيني عليا وعلى تعبي وعلى مقاديري. اه يا مقاديري. اه يا البيض بتاعي اللي باظ ده، انا خلصت البيض اللي في التلاجة كله. شايفين؟ شايفين العجينه من جوه عامله ازاي؟ والله العظيم حرام حرام. يلا الحمد لله، دي كانت الكيكه دي هتطلع بصوا عاليه كده 3 اضعاف دي. حتى ما ينفعش ان انا اعالجها، ما ينفعش خالص ان انا اعالجها، ولا حتى يعني اعمل فيها اي حالة مثلا او اي حاجة تانية. بصوا باظت مرتين، يعني بصوا مرتين مرتين يا مؤمنين. زعلانة جدا. اه يا كيكاتي، يا كيكاتك الجامدة يا ام عبد الله، راحت فين كيكاتك؟ لما بقول على اي وصفة بسم الله ما شاء الله بتزعلوا مني، تقعدوا تقولي ليه واحنا بنحسدك؟ ما هو انا بتحسد اهو. انا يا جماعة نجمي خفيف. شايفين كده؟ اه يا حبيبتي، شايفين الكيكه دي كانت هتطلع كيكه بصوا، كانت هتهز اليوتيوب العربي والاجنبي. كانت رهيبه دي من غير بيكنج باودر. تخيلوا الهشاشه دي كلها من غير بيكنج باودر. ده دي كمان اللي هبطت. الكيكايه دي اللي هي اللي هبطت، تخيلوا. يعني هي المفروض كانت هتطلع الارتفاع ده مرتين، يعني هي كانت هتطلع اكتر من كده مرتين، تخيلوا. وهشه بصي تضغطي عليها والله العظيم ترتفع معاكي تاني قطن كده، قطنه بيضه ما فيهاش فراغات. بصوا الجمال، يا على الجمال، الله يرحمك. زعلانه عليكي، ده انت كنتي هتطلعي احلى كيكه. ده من غير فرن يا جماعه، من غير فرن والله، ومن غير بيكنج باودر. دي كانت هتبقى بتاع فني، اه والله العظيم. والله العظيم كانت عاملة زي الكيك الجاهز بالظبط، اللي هو بيجي من بره، اللي هو المكيس المعلب، مش كأنك خالص عاملاها في البيت. ما فيهاش فراغات، واللون بتاعها فاتح جدا، بالرغم ان ما فيهاش بقى بصوا ولا بيكنج باودر ولا كيك شيف ولا فيها اي مواد رافعة غير البيض. يعني كلها مواد طبيعية كده 100%. وكانت بجد والله العظيم هتبقى تحفة. يعني شوف هي مرتفعة قد ايه، بس هو اصلا ارتفاعها ما كانش كده، كانت اكتر من كده. كانت مرتفعة جدا والله العظيم، كانت ممكن يعني قد ارتفاع الشبر كده. كانت عالية وجميلة وبيضة وفلة وعسل كده. شايفين كده؟ شايفين الجمال؟ شايفين الحلاوة؟ اه يا كيكتي الجامدة يا ام عبد الله. شايفين كده زي القطن والله العظيم، تضغطي عليها ترتفع معاكي تاني. مش ممكن ان دي معمولة من غير بيكنج باودر ولا من غير فرن، يعني على عيون البوتاجاز كده من فوق. والله العظيم كانت بصوا يعني كانت هتبقى حاجة رهيبة. دي بقى الكيكاية الاولانية اللي هي اللي باظت. يعني ممكن تتاكل كده مع الشاي، مش هتقول لا. هي اي نعم هبطت، بس هي مش معجنة، هي مستوية كويس جدا، عاملة زي القطن. والطعم بقى يا سلام يا سلام على الطعم، مفيش زفارة بيض بصوا بتاتا حاجة كده والله العظيم من الآخر. يعني بصوا زي الوصفات بقى اللي احنا بنشوفها في البلاد الأجنبية، زي بتاعة الناس اللي هم اليابانيين، الكيك الياباني بقى والصيني والحاجات اللي هي الرهيبة اللي احنا بنشوفها، اللي هم بيعملوها الطباخين العالميين. كانت هتبقى زيهم بالظبط. حاجة بصوا مقادير مظبوطة ظبطة السنين. بس طبعا هنقول ايه بقى، الحمد لله. شايفين كده؟ يا لو يا كيكتك الجامدة يا ام عبد الله، كان نفسي افرحكم بيها، بس هعمل ايه بقى؟ شايفين؟ شايفين الحلاوة؟ شايفين اللون الفاتح الأبيض الجميل؟ بصوا ما تقولوليش بقى انت زعلانة على البيض والمقادير. لا انا زعلانة على البيض والمقادير، وزعلانة كمان على تعبي. انتوا عارفين الكيكة دي انا كنت بعملها بالليل. هي كنت بعملها بالليل متأخر، مرضتش انام، وقلت لا هعملها لكم كده واصورها لكم، لان ناس كتير جدا الكيكة بتاعتهم بتفشل. ما كنتش فاكرة ان انا هبقى واحدة منهم. على العموم انا برضو حبيت اصور لكم الفيديو ده علشان تعرفوا قد ايه بقى انا مقهوره وزعلانه على كيكاتي اللي باظت. وفي نفس الوقت بقول لكم برضو ما تزعلوش، اي واحده يعني ممكن تعمل كيكه حتى لو محترفه كيكات يعني زي كده. ممكن برضو الكيكه بتاعتها تبوظ. بصوا يعني دي بصراحه دي كانت هتبقى قنبله. دي اللي هبطت يا جماعه. انتوا فاهمين يعني ايه دي اللي هبطت؟ يعني دي كانت هتبقى الارتفاع ده مرتين. اه والله العظيم انا زعلانه زعلانه جدا. دي بقى اللي هي ما قامتش اصلا من مكانها، اللي هي اصلا عجنت. يعني بصوا من ورا التسويه بتاعتها حلوه جدا وخدت لون دهبي جميل، بس للاسف بقى من جوه عجين عجين. يعني اول ما كسرتها كده، وبصوا حتى الحتت اللي هي استوت فيها هشة جدا، بس بصوا عجين ما قامتش كده من مكانها.
دي طبعا مصيرها بقى للباسكت بقى، والحمد لله كده، ونحمد ربنا، وربنا يسامحنا طبعا على الحاجه اللي باظت دي، لان بجد ملهاش اي دواء خالص، ما ينفعش فيها اي حاجه لانها عجين. بس دي زي ما قلت لكم بقى ينفع ان احنا ناكلها كده جنب الشاي بلبن كده، يعني كنوع بقى من السناكس كده جنب الشاي. لكن طبعا الحمد لله بقى والشكر لله، ويعني ادعوا لي بقى كده اليومين اللي جايين دول اعرف اعمل كيكه تكون حلوه كده، لاني بجد زعلانه جدا، لانها يعني اول مره تحصل معايا ان مرتين ورا بعض الحاجه تبوظ. بجد والله زعلانه قوي على المقادير، مش عارفه اقول ايه. يلا الحمد لله الحمد، بس مش بخل والله، عشان مفيش واحده تنط لي كده من وسط التعليقات تقول لي يا بخيله وايه، يعني انت زعلانه على 8 بيضات؟ اه انا زعلانه على 8 بيضات، لاني حاسه كده ان انا ايه، اتقرع عليا، يعني انا كنت بعمل كيكه رهيبه، مش عارفه بقى اليومين دول خبت السنين. يلا بقى الحمد لله. انا برضو عماله اجيب لكم الكيك كده من ورا ومن قدام، لان فعلا كنت هبقى فرحانه بيها جدا لو طلعت حلوه، وكنت نفسي اطلع لكم بيها كده علشان كلكم تجربوها، الناس اللي ما بتعرفش تعمل كيكات، ويقولوا لي بجد الله يبارك لك، لان في ناس كتير جدا برضو اليومين دول بيقولوا لي ان البيكنج باودر والكيك شيف والحاجات دي بتحتوي على مواد بعيد الشر، يعني يا رب يحمينا كلنا، بتبقى مسرطنه ومواد وحشه جدا. فان انت تعملي كيكه بالارتفاع الرهيب ده من غير بيكنج باودر، ده طبعا نجاح جامد جدا وحاجه يعني بجد جميله. بس للاسف بقى يعني هو الحمد لله حاجه بقى ايه ما كملتش. ده بقى كان شكل الكيك قبل ما يهبط، بصوا يعني مالي الحله والله يا جماعه، بصوا يعني، بصوا كان عامل ازاي. يلا بقى، بس مش دي اللي هي اللي عجنت، لا دي اللي هي مستويه بس هبطت شويه. بصوا كانت الارتفاع بتاعها جميل. ده بقى الكيك اللي هو الاولاني اللي انا كنت بعمله يعني بالليل متاخر، ده برضو باظ اللي هو اللي هبط شويه، لاني انا ربنا هداني. بصوا عملت ايه الغلطه بقى اللي انا عملتها، ان انا خرجته وهو سخن جدا، وقلبته علشان يحمر من الناحيه التانية وهو برضو سخن جدا. المفروض ان انا كنت خليتها تهدى خالص جوه الحله، زي ما بقول لكم ما تطلعوش ابدا الكيك من جوه الفرن قبل ما يعدي عليه مثلا ربع ساعه، بعد ما تكوني طفيتي النار وفتحتي الفرن وردتيها، حاجه بسيطه خالص. لان دي غلطه يعني كلنا بنغلط فيها، ان انت بتطلعي الكيك من الفرن بيروح هابط على طول، بياخد زي صدمه، وهو ده اللي حصل معايا. بصوا الكيكه فعلا ابتدت تهبط اهي، وكمان هبطتها اكتر لما جيت قلبتها على ايدي كده ولمست الحته اللي هي البيضه دي بايدي، حسيت ان الكيكه كده هبطت معايا على طول. ودي بقى الكيكه اللي هي عملتها بقى المره التانية، اللي هي عملتها بقى الصبح بعد ما الاولانيه حسيت انها هبطت طبعا، معرفش يعني حسيت ان مينفعش طبعا اقدمها لكم كده، فروحت عملتها بقى للمره التانية. عملتها في صينيه ألمونيا، المره الاولانيه كنت بعملها في الحله. دي برضو كانت العجينة اهي، والله العظيم حطيتها برضو في امانة الله وهديت عليها النار خالص، بس معرفش برضو ايه اللي حصل يعني بقت كده. ده بقى كان شكل الكيكايه اللي هي الاولانيه اللي انا قطعتها معاكم دلوقتي. بصوا بعد ما هبطت، بصوا يعني شكلها بجد والله العظيم كانت هتطلع رائعه، كانت هتطلع الارتفاع ده مثلا مرتين، كانت عاليه جدا، كانت ماليه الحله اللي حاجه بسيطه خالص. وزي ما انتوا شايفين بقى كده ورق الزبده بقى، كنت حاطه لها ورق زبده بقى ومظبطاها كده من كل ناحيه، بس يلا الحمد لله بقى يا فرحه ما تمت. خدها الغراب وطار. ده كده ظهر الكيكايه بتاعتي، بصوا طريه جدا جدا والله العظيم، تحفه تحفه، كانت هتبقى رائعه. يلا الحمد لله بقى خير، مش هزعل، الحمد لله حصل خير. ودي بقى مقادير، يا خسارتك يا مقاديري. وعلى فكرة المقادير دي بس مش هي اللي باظت، لا مقادير زيها بالظبط تاني باظت. يعني انا هنا كنت فاصلة 4 بيضات، وكنت فاصلة تاني الصبح 4 بيضات، يعني 8 بيضات فصلتهم، وكمان تقريبا كوباية ونص دقيق، ده غير الحليب والزيت وغير الفانيليا وغير طبعا تعبي ووقفتي وغير المواعين اللي انا غسلتها. فالحمد لله يعني حصل خير، انا مش هزعل، يلا ربنا يعوضني ان شاء الله بوصفة تانية طبعا تنجح معايا كده نجاح السنين، وابقى فرحانه بيها كده واخرج لكم بيها ان شاء الله. ومن غير مقاطعه برضو الكيك ده انا هصبر عليه كده كام يوم وارجع برضو اجربه تاني. ان شاء الله برضو هيظبط معايا، انا عندي ثقه في الله كبيره، يعني ان شاء الله هعملها لكم بجد جميله جدا. انا مش عارفه بس والله ايه اللي جرالي، يعني ايه اللي خلاها باظت مني كده.
فاي واحده بجد يعني البيض مش البيض، الكيك او البيض بقى والمقادير كلها تبوظ منها ما تزعلش. انا اي نعم زعلانه، بس قلت برضو لازم اوريكم علشان ما تزعلوش، ما تقولوش يعني ان مفيش حد. كلنا يعني كده، كلنا اي حد فينا ممكن يعمل حاجه وتبوظ منه، والتخين فينا ممكن يعمل اي حاجه وتبوظ منه، فدي حاجه طبيعيه جدا وحاجه يعني حلوه وما ما تزعلش. بالعكس الفشل هو اللي بيولد النجاح، ما تزعلوش خالص على المقادير. واي واحده حاجه تخسر منها بعد فتره كده تجربها تاني وان شاء الله تنجح بيها. وان شاء الله هنزل لكم برضو فيديو قريب على الكيك الرهيب اللي من غير بيكنج باودر من غير فرن ده، وان شاء الله بجد يعني هيعجبكم كلكم. وبس كده بقى، يلا باي باي.